يا مساء الورد والفل واهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة فيديو عن نظمي ورتبي مطبخك بذكاء. فعمرك دخلتي مطبخك وحسيتي انه متكركب حتى لو لسه منضفاه، او بتضيعي وقت كتير بتدوري على حاجات بسيطة؟ طب تخيلي معايا ان مطبخك دايما مرتب وكل حاجة ليها مكان وشكله شيك كأنه متصور في مجلة. المفاجأة ان انتي مش محتاجة فلوس كتير ولا مجهود ضخم. في الفيديو ده هنشارك اسرار تنظيم المطبخ بذكاء وتجارب حقيقية واخطاء ناس كتير كانت بتقع فيها، فخليكي معايا للنهاية لان في الاخر هقولك على حركة واحدة بس هتخلي مطبخك دايما مرتب بدون تعب. وعشان نكون صراحة مع بعض، المشكلة مش في حجم المطبخ، المشكلة في الترتيب العشوائي والحاجات الكتير وعدم وجود نظام. ومن تجربتي أنا كنت دايما بحس إن مطبخي صغير، لكن لما نظمته صح اكتشفت إنه كان محتاج ترتيب بس. فهقولك على أول خطوة، ودي أهم خطوة، خطوة التفريغ. قبل أي تنظيم لازم تعملي حاجة واحدة، تطلعي كل حاجة برا، كل حاجة. طلعي الأدوات وطلعي الأطباق وشوفي كل حاجة بعينك، واسألي نفسك هل بتستخدمي الحاجة دي فعلا؟ لو لأ يبقى يا تتشال يا تتبرعي بيها. الحاجة التانية ان انتي بتقسمي المطبخ. قسمي مطبخك لمناطق: منطقة الطبخ، منطقة للتحضير، منطقة للتخزين، ومنطقة الغسيل. المهم ان كل حاجة تبقى قريبة من استخدامها، زي مثلا التوابل تبقى جنب البوتاجاز مش في درج بعيد. بعد كده بقى نظمي الكونتر. فالكونتر من اكتر مكان يبان فيه الفوضى. فطبعا في قاعدة بتقول اقل هيبقى افخم، فسيبي بس الادوات اليومية اللي انت بتستخدميها زي ماكينة القهوة ولمسة ديكور بسيطة. ومن تجربتي الشخصية أنا لما شلت نص الحاجات من على الكاونتر المطبخ بقى شكله أغلى بكتير. ندخل بقى على الأدراج. فالأدراج لو متلخبطة فكل حاجة هتبقى صعبة، فاستخدمي فواصل ورتبي حسب الاستخدام، زي مثلا معالق والشوك مع بعض وأدوات الطبخ لوحدها. والنصيحة هنا ما تخليش درج فيه كل حاجة، هيبقى متعب جدا. ومن الحاجات اللي بتعمل فوضى جامدة جدا في المطبخ هي التوابل. فاعملي برطمانات موحدة ورتبي ترتيب أبجدي أو حسب الاستخدام، أو اعملي رف صغير أو خصصي درج. من تجربتي أنا أول ما رتبت التوابل
الطبخ بقى أسرع وأسهل. نيجي بقى لسر التنظيم وهو التخزين. فاستخدمي العلب الشفافة واللاصقات وبوكسات، فلما تشوفي الحاجة هتستخدميها. وتجنبي خالص الأكياس العشوائية لأن هي بتعمل فوضى. وأهم بقى من الترتيب هو الحفاظ على الترتيب. التنظيم مش صعب، لكن الأصعب منه هو الحفاظ عليه. الحل ان انتي بتخصصي 5 دقايق يوميا بترجعي كل حاجة مكانها، وما تسيبيش حاجة لليوم اللي بعده. فنصيحتي ليكي لو الحاجة هتاخد دقيقة بس اعمليها فورا. وما تنسيش بقى وانتي بتنظمي وترتبي المطبخ تعملي لمسة جمالية. فالمطبخ مش بس عملي، لازم يكون مريح. حطي وردة بسيطة، شمعة، صينية شيك. فعن تجربة لما حطيت وردة بس المطبخ كله اتغير. وفي أخطاء بقى لازم نبعد عنها. ان احنا بنكركب الحاجات على الرخامة او على الكونتر، عدم وجود نظام، بنشتري ادوات بدون استخدام، وبنتجاهل الادراج. فحاجة مهمة جدا نعملها ان مش كل حاجة حلوة لازم نشتريها. هل ليها مكان قبل ما نشتريها؟ لو الإجابة نشتريها، لو الإجابة لا ما تشتريهاش. ودلوقتي هقولك على السر اللي محدش بيقوله. التنظيم مش بيبقى مرة واحدة، ده أسلوب حياة. ابدأي بحاجة صغيرة وبعدين استمري، وهتلاقي نفسك فجأة مطبخك دايما مرتب. وطبعا تنظيم التلاجة ده شيء مهم جدا. فالتلاجة لو مش متنظمة بتخليكي تهدري فلوس وأكل. فحاولي ان انتي تقسمي التلاجة، مكان للخضار، مكان للفواكه، منتجات الألبان، وللأكل الجاهز. خلي الحاجات اللي بتبوظ بسرعة قدام عينك. فعن تجربة كنت برمي أكل كتير، لكن لما رتبت التلاجة بقيت أوفر فلوس بشكل ملحوظ. وخلي دايما الفريزر يكون بدون فوضى. فالفريزر بيبقى كارثة عند ناس كتير. فالحل ان احنا بنستخدم أكياس شفافة، وبنكتب تاريخ على كل حاجة، ومتخزنيش عشوائي. والنصيحة بقى رتبي حسب النوع، لحوم، خضار، أكل جاهز. وحاولي تنظفي تنظيف سريع يومي. لو مش هتنظفي كل يوم الفوضى هترجع. لكن الروتين الذكي اللي انتي بتعمليه كل يوم ان انتي بتمسحي كونتر بعد كل استخدام، وبتغسلي الاطباق اول باول 5 دقايق بس يوميا، هتفرق معاكي جدا.
من نصيحتي ليكي ان انتي ما تناميش في المطبخ مكركب. في نقطة برضو عايزة اقولك عليها، التسوق بذكاء. جزء كبير من الفوضى سببه الشراء العشوائي. فهتعملي ايه بقى؟ هتكتبي قائمة قبل ما تنزلي، اشتري اللي انتي محتاجاه بس، وما تشتريش يعني حاجات اللي عليها عروض انتي مش محتاجاها، اللي محتاجاه بس. فمن تجربتي كنت بشتري حاجات كتير وبتتركن، دلوقتي بقيت اعمل لستة وبشتري اللي انا محتاجاه بس، فالمطبخ بقى اهدى. حاولي ان انتي تستغلي المساحات الصغيرة، فحتى لو مطبخك صغير ممكن يبقى عملي جدا. هتحطي رفوف اضافية، علقات على الحيطة، هتستغلي باب الدواليب، فكل سنتيمتر ليه قيمة. ولو عايزة بقى مطبخك يفضل مرتب، امشي بقى على النظام ده: يوميا ترتيب سريع، اسبوعيا هتنضفي درج او رف، شهريا هتراجعي الحاجات. النتيجة مبهرة، هيبقى مفيش تراكم، مفيش فوضى. وفي حاجة برضو جميلة بعملها وتعلمتها، ان انظم المطبخ اثناء الطبخ، فاكبر فوضى بتحصل اثناء الطبخ. نصيحة مني ليكي ان انت تجهزي كل حاجة قبل ما تبدأي الطبيخ، وتنضفي اول باول، وتستخدمي ادوات اقل. فعن تجربة، ولما بقيت بنضف وانا بطبخ خلصت اسرع بكتير، وبقى الموضوع سهل جدا، ومبقتش اقف تاني فترة اضافية بعد الطبيخ. ان انت كده كده واقفة في المطبخ بتطبخي، فاستغلي الوقت. دلوقتي هقولك على ادوات هتفرق معاكي جدا، مش لازم تشتري كتير، بس في ادوات بتفرق زي منظمات ادراج، برطمانات، والعلب التغذية. والنصيحة اشتري الحاجات اللي هتستخدميها فعلا. وسألي نفسك دايما ليه الحاجة دي هنا، لو مش منطقية غيري مكانها. السر التنظيم مش ترتيب، ده تفكير. وفي أخطاء بقى شائعة كلنا بنقع فيها، ودي حاجة يعني مش كويسة خالص، ان احنا بنحتفظ بحاجات مش بنستخدمها، وممكن نحتفظ بحاجات مكسورة ومستخسرينها، شراء ادوات كتير، عدم وجود نظام، والاهمال، وان كل واحد بيدخل المطبخ بيرمي في حتة ورمي عشوائي، وده بيعمل لي فوضى وكركبة، وده بالتالي بيأثر على النفسية. هقولك على فكرة مهمة: كل حاجة زيادة بتسبب فوضى. ومن تجربتي الشخصية أنا كنت بعاني من فوضى المطبخ، لكن لما بدأت أقلل وأنظم وألتزم فالموضوع اختلف تماما. والدرس اللي اتعلمته: مش لازم الكمال، المهم الاستمرار.
وتعالي بقى نفكر بطريقة مختلفة. مطبخك ده مش مجرد مكان، ده نظام لازم يتصمم صح. فاعملي خريطة للمطبخ. يعني ايه؟ يعني حددي فين بتقطعي، فين بتطبخي، فين بتخزني. وعن تجربة كنت بحط الحاجات عشوائي، كل حاجة كانت بتاخد وقت، لكن لما رتبت المطبخ حسب الحركة بقيت أتحرك أسرع وأسهل جدا. تنظيم أدوات التنظيف. أكتر حاجة بتبوظ شكل المطبخ أدوات التنظيف، فالحل إن بعمل مكان مخصص تحت الحوض، وبعمل صناديق صغيرة للتخزين، وبنقسم حسب الاستخدام. النصيحة هنا ما تسيبيش أي حاجة باينة على الكونتر. بعد كده نظمي المشروبات، فالشاي والقهوة والسكر من الحاجات دي انت بتستخدميها يوميا، فاعملي ركن خاص، صينية، برطمانات، ترتيب بسيط. النتيجة شكل شيك واستخدام سهل. برضو تنظيم أدوات الحلويات. لو بتحبي تعملي حلويات هتلاقي الأدوات دي كتير. الحل صندوق أو درج خاص، ترتيب حسب الاستخدام. فمن تجربتي لما جمعتهم في مكان واحد بقيت أشتغل أسرع. وطبقي بقى قاعدة واحد يدخل واحد يخرج، دي أهم قاعدة في التنظيم. فكل ما تجيبي حاجة جديدة لازم حاجة قديمة تخرج. ليه؟ علشان الحاجات ما تتراكمش. وعن تجربة من ساعة ما طبقت القاعدة دي مطبخي بقى ثابت ومش بيرجع يتكركب. وخلي بالك بقى لو جالك ضيف فجأة أو حد جه فجأة، فاعملي ايه بسرعة؟ شيلي اي حاجة من على الكونتر، رتبي بشكل سريع، امسحي الاسطح. فالمطبخ المرتب بيبقى مفيش فيه حاجة باينة. من الحاجات برضو اللي لاحظت ان هي بتعمل فوضى وكركبة في المطبخ الأكياس والعبوات. فالأكياس من أكتر مصادر الفوضى، فالحل نعمل صندوق مخصص للأكياس أو نعلقها بشكل مرتب. ونصيحة مني ما تحتفظيش بأكياس كتير. دلوقتي هقولك عن حيل سريعة للتنظيم، حيل صغيرة بس بتفرق معاكي جدا. استخدمي صواني عشان تجمعي عليها الحاجات، خلي كل حاجة ليها مكان ثابت. واستخدمي الحيطان، فالتفاصيل الصغيرة دي بتعمل فرق كبير. فالمطبخ مش بس شغل وطبخ وإرهاق، المطبخ لازم يكون مريح. فاعمليه بألوان هادية وإضاءة لطيفة وريحة حلوة. أنا لما اهتميت بالإحساس بقيت أحب أدخل المطبخ. وحاولي بقى تعملي جدول أسبوعي للتنظيم عشان ما تتعبيش. السبت هتعملي التلاجة، الحد هتنظمي الأدراج، الاتنين هتنظمي الكونتر. نتيجة بتبقى مريحة ومش عليكي أي ضغوط. وطبعا كل شيخ وليه طريقة، وكل واحدة وليها طريقتها في التنظيم. اسألي نفسك أنا منظمة ولا لأ؟
تحب البساطة ولا التفاصيل؟ اعملي النظام اللي يناسب ذوقك ويناسب شخصيتك مش غيرك. وطبعا المطبخ المتعب او اللي مش متنظم كويس ومحتاج اعادة تنظيم طبعا بيتعبنا، وبتدوري كتير على الحاجات، وفي حاجات مركنة مش بتستخدميها كتير. طبعا الفوضى بترجع بسرعة. لو لقيتي الكلام ده يبقى لازم تعيدي تنظيم المطبخ. نصايح بعد تجارب وخبرة كبيرة في المطبخ: ابدأي صغير، تشتريش كتير، خليكي بسيطة، واستمري في التنظيم. فنصيحتي ليكي ان الاستمرارية اهم من الكمال. وخليني دلوقتي أقولك على فكرة هتغير حياتك. مش الهدف ان مطبخك يبقى مثالي، الهدف انه يبقى سهل الاستخدام. يعني كل حاجة توصل لها بسرعة، مفيش لف ودوران، مفيش تعب. فمن تجربتي كنت بحط الحاجات بشكل شيك بس مش عملي. كل مرة أطبخ كنت أتعب. لما خليت كل حاجة قريبة من ايدي الموضوع بقى اسهل بكتير. والعيش والمخبوزات دايما بتعمل لخبطة، فالحل ان انت تجيبي عياشة او صندوق مخصص او سلة شيك. فلما جمعتهم في مكان واحد المطبخ بقى اهدى بكتير. وممكن من الحاجات اللي بتسهل الاستخدام اليومي بنعمل ركن لكل حاجة بنستخدمها يوميا، زي الشاي والقهوة والسكر والمعالق. السر ان كل حاجة في مكان واحد، فده بيخلي فيه سرعة وترتيب. ومش لازم تقضي يوم كامل في التنظيف، اعملي كده كل اسبوع جزء، كل شهر تنظيف شامل خفيف. فالنصيحة ما تستنيش الفوضى تكبر معاكي. وفكري قبل ما تشتري، فقبل ما تشتري اي حاجة اسألي نفسك هل انتي محتاجاها او في مكان ليها هتستخدميها فعلا. فكل قرار شراء بيأثر على التنظيم. وفي حاجات ممكن تعمل لنا لخبطة كتيرة في المطبخ زي الخلاط والكبة والأجهزة، فخصصي مكان واستخدميها حسب الاحتياج، ما تخليش الأجهزة كلها على الكونتر. وحاولي تعيدي ترتيب كل فترة، حتى لو مطبخك منظم لازم تعيدي الترتيب. ليه؟ لأن استخدامك بيتغير واحتياجاتك بتتغير، فالتنظيم حاجة متجددة. وطبعا اتكلمنا عن حيلة الدقيقتين والدقيقة الواحدة. أي حاجة بتاخد دقيقة أو دقيقتين اعمليها فورا. شيلي الحاجات وامسحي الأسطح ورتبي درج. نتيجة مبهرة، ما هيبقاش فيه تراكم وما فيش فوضى. ودلوقتي هقولك على أسرار الحفاظ على مطبخ شيك دايما. لو عايزة مطبخك يفضل شكله شيك قللي الحاجات، خلي الألوان هادية، اهتمي بالنظافة اليومية.
من تجربتي الشخصية مشيت على 3 خطوات بس والمطبخ بقى شكله مختلف تماما. وفي النهاية المطبخ المنظم المرتب مش محتاج مجهود كبير ولا فلوس كتير، بس محتاج بداية واستمرارية. ابدأي النهاردة حتى لو بخطوة صغيرة، وياريت تقولولي في الكومنتات ايه اكتر فكرة عجبتكم، وما تنسوش تعملولي لايك للفيديو عشان يوصل لناس اكتر. ولو عجبكم الفيديو اعملولي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس وشاركوه لأصحابكم عشان يوصل لكم كل جديد في عالم الديكور والجمال والتنظيم. شكرا على المتابعة وعلى وقتكم الجميل. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.